السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الحلوة. يلا بينا، النهاردة معانا غدا كده سهل وبسيط. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا فرختين، عندي فرخة وديك. فرخة عدجية وديك. طبعا لسه دابحينهم من فوق. انا مربي يعني طير وكده. لسه دابحينهم ونضفتهم كويس جدا وحطيتهم في محلول بتاعهم. خل وليمون وملح وكمان طماطمية عشان نشيلوا الزفارة. عندي ربع كيلو من الفريك بوشته لمدة ربع ساعة أو 10 دقايق. وبعد كده جبت حبة زيت أو معلقة كده من السمنة وتبدأ ايه تشوحيه. بس أهم حاجة تنجيه كويس جدا. طبعا دي فريك صعيدة، منجيينه كويس جدا. لو في ترباية ولا حاجة هنحشوها. وبعد كده حطيت شوية زيت أو ملح. زيت أو سمنة. وبعد كده تسيبيهم يسخنوا وتكون الفريك غسلاه كويس جدا وهنحطوه. هتحطي ملح وفلفل اسمر وكمان شويه كده من الكزبره ناشفه. هنقلبهم كويس جدا لغايه لما الفريك عندي ريحته تطلع كده معاني. وخلاص كده يلا بينا نحشو الفراخ بعد ما شطفتها من المحلول بتاعي. وبعد كده هبدا احشيه. طبعا هحشي معاكم الفرخه اللي هي العدجيه طبخناها وكده. كانش بيبيضوا قوي، يعني قلت اذبحهم احسن. ما كل ما الفراخ العدجيه بتكبر في السن، يعني بتاخد وقت في السوا. عايزه اقول لكم دي خدت معايا يعني زي ساعة في السوا. ليه؟ عشان سنها كبر بصراحة، ليها اكتر من 3 سنين. لقيتها كده منعت فجأة كده، ما بتبيضش بيض وكده. قلت احسن ما اخليها وبتنشف، كل ما بتقعد بتنشف. قلت اذبحها وكده. وحشيتها فريك يعني، وحشيت وذبحت ديك كمان صغير وكده. رحت دبحاهم حشيتهم فريك كده زي ما انتم شايفين، وجبت الجنصة بتاعتها وحطيتها في قلبها عشان الفريك بس ما يعملش يعني معايا ويطلعوا كده. وهبدا اكتفها زي ما انتم شايفين، واحده كده يمين واحده شمال. وهنبدا نكتفوها. هجبت سكينه وهبدا احط الفريك عندي من ناحيه الزوجله بتاعه الفرخه عندي اهو زي ما انتم شايفين. خلاص كده اهو خلصت كده. وهبدأ هنا اعمل الديك برضو. الديك يعني ما خدش معايا يعني ربع ساعة كده لقيته استوى معايا. ليه؟ عشان هو كان عظمه طري ولسه، ويعني ما كبرش معايا جو في السن. غير الفرخة اللي هي العدجية يعني كبرت معايا. جبت الجنصة برضو بتاعتها كده وحطيتها في قلبهم. والكبدة يعني والراس والكده دول سلكتهم. قلت للعيال وكده ياخدوا طبق شوربة وياكلوهم وكده، وبألف هنا وشفي. خلاص كده كانت المية عندي غلت. هنحطه دلوقتي. بصوا هنا دي رقبتها اتقطعت معايا وانا بحوش الزوكله بتاعتها. رحت لقيتها اتقطع، ما ينفعش انا هحشيها فريك وكده. طبعا كان عندي حله حطيت فيها ميه كده بتغلي. وحطيت طماطمايه، هحط كمان بصلايه. عايزه اقول لكم بيدي الشوربه طعمها حلو. دي شوربه صراحه حماتي اللي معلمها لي. انا كنت الاول اطش واحط الملح والفلفل الاسمر واحط الفرخه واقلبها. تبقى ريحه حلوه. عايزينها برضه اعملها لكم في يوم ان شاء الله. طبعا هنا حطيت بقى البصل والثوم، بصل وطماطم. وحطيت كزبره ناشفه وفلفل اسمر. وحطيت ملح ومكعب مرقي. وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده بعد ما الشوربه غليت عندي، هنزل عندي بالفراخ زي ما انتم شايفين. نزلت كده اهو بالفرخه والديك عندي اهو. وهسيبهم هنا لغايه لما يستووا معايا. طبعا انا بوريكم هنا لما بيغلوا معايا. ببدا اقلبهم من الناحيه التانية عشان ما يجيش من جنب يستوي والجنب التاني هيقعد مش حلو. طبعا بص الفراخ البلدي ما شاء الله على شربتها وجمالها. عايزه اقول لكم بجد ريحتها حلوه خالص. طبعا هنا هعمل هزيد شويه شوربه كده للفاصوليا. كنت عامله شويه تجليه يعني وشايلاها في الفريزر وكده، كانوا زايدين مني من الاكل. رحت شايلاهم في الفريزر. جيت عملت فاصوليا كده بيضه، ربع فاصوليا. نقعتها في ميه وبعد كده سلقتها. يعني طريقتها سهله واعملها لكم ان شاء الله لو عايزين اعملها لكم في يوم. طلعت الديك استوى، وادي الفرخه اخر حاجه لغايه لما خدت وقتها واستوت معايا. خلاص كده خلصنا الفراخ. وكمان حطيت شوربه للفاصوليا عندي. خلاص كده هنعمل هنا عندي كيلو كده من الرز. حطيت شويه زيت وحطيت الرز غسلاه كويس جدا وسبته يتصفى. وهبدا هنا بصراحه مش هعمله بشعريه، هعمله حبايه بحبايه. طبعا هنا صراحه احنا اساس يوم الجمعه دي لازم نطبخ كده ونلز الطبيخ في الفرن والرج ونعمل رجاج وكده. بس العيال اليوم دي طلبوا رز عندي عشان ياكلوه بالفاصوليا. قلت مش مهم اعمله لهم يعني. احنا لما بنعمل فاصوليا بنعمل رجاج وما بنعملوش اصلا رز. بس العيال طلبوه يعني قلت اعمله لهم بالمره. خلاص كده حطيت الرز وببدأ اشوح فيه كويس خالص لغاية لما يبقى لونه احمر كده زي ما انتم شايفين. يبقى حباية حباية. طبعا هنا خلاص بصوا الرز كده بقى معايا جميل. هبدأ هنا احط هحط له شوربة وشوية مية. واحط فلفل احط ملح واحط كمان مكعب من المرقة كده وهقلبهم كويس. ولما يغلوا معايا تروح موطيه النار واحط الصاجة كده. وخلاص كده هيبقى الرز مفلفل كده ومعاكوا جميل. طبعا هنا حطيت الشوربه وحطيت كمان شويه ميه وكده عشان الشوربه بتاعت فراخ بلدي حسيتها تقيله شويه.
عشان فيها سميدو كده، عشان الفرخه الكبيره اللي هي العجاي لقيت فيها شويه سميدو كده عشان كبرت في السن. جبت هنا بقى الفراخ حطيتها في الصينيه تجيك مع الفرخه. جبت شويه صلصه هنا من بتوع المرق اللي انا عاملاه للفاصوليا، حطيتها كده هنا وقلبت بها الفراخ كده عشان تدي لون ذهبي حلو. لو كمان مش عايزه تعملها بصلصه، ممكن لا معلقه لبن، وتروحي برضو بالفرشه كده ودعكاها كويس، هتبقى معاكي حلوه خالص ولونها جميل. طبعا مش عندك لبن كمان هتحطي معلقه سمنه بلدي. كنت اللي جايبه بطاطا وكده، شويتها هنا برضو، قلت لما انزل الطبيخ وارج شويه رجاجات هيبقى البطاطا كانت استوت 3 كيلو او 2 كيلو يعني حطيتهم هنا كده، غسلتهم وبعد كده حطيتهم في الفرن. حطيت اللي هنا كنت عامله فراخ كمان برضو دي، قلت عشان كنت عازمه بنت وكده، قلت ناكله مع بعض وكده. ادي الفراخ اهي بسم الله ما شاء الله خدت لون، بقلبها كمان عشان تاخد الجنب الناحيه التانية اهو. وطبعا اهو بصوا زي ما انتم شايفين انا كده بره في الداخلي، ومقطع يعني العيش اللي هو رجاج يعني، او الفطير زي ما بتحبوا تسموه. في ناس بيقولوا عليه فطير وفي ناس بتقولوا عليه رجاج. طبعا احنا عندنا في بلدنا بنقولوا عليه رجاج. طبعا هنا حطيت الفراخ وادي استوت معايا، والبطاطا استوت اهي بسم الله ما شاء الله وريحتها حلوه خالص. وادي الفاصوليا اهي اتشفت كده معانا وخدت اللون الجميل. وادي الرز اللي بحباه وحبايه وخد معايا لون حلو برضو. قدمنا اكلتنا الجميله، عايزه اقول لكم حلوه خالص وبالف هنا وشفا اللي يجربها واللي هياكلها النهارده. لازم لازم الاكله دي بصراحه عايزه فجل، لكن شويه مخلل، احنا بنحب الفجل بصراحه، الخضره بقى حلوه. وادي الفراخ بسم الله ما شاء الله مستويه، وادي الفريك عندنا مفلفل كده وحلو، مش معجن ولا حاجه. وادي الفراخ مستويه، وادي الرز، وادي كمان الفاصوليا والبطاطا. عايزه اقول لكم حاجه كده كان في منتهى الجمال، بألف هنا وشفا بجد اللي هياكل النهارده. بس كده كان فيديو النهارده، يا ريت تحطوا لايكات كتيره من ايديكم الحلوه، ويا رب تكونوا استفدتوا منه باي حاجه او بمعلومه حتى صغيره، ان شاء الله هيعجبكم. لو عايزين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه